خلال نهائي كأس العالم في ألمانيا 2006. سمير بالفاطمي زار المكان وأعد هذا التقرير. هي اللحظة التي أذهلت الجميع عندما قام نجم المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان بنطح المدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي خلال نهائي كأس العالم بألمانيا. حادثة أسالت الكثير من المداد ودخلت التاريخ نظرا لقيمة الفاعل والحدث، وكانت آخر مباراة للأسطورة زيدان. البعد السلبي للمشهد حوله الفنان الجزائري عادل عبد الصمد إلى تحفة فنية ثلاثية الأبعاد أطلق عليها نطحة رأس، تمثال أظهر من خلاله إبداعا فنيا أذهل كل من رآه، وحول حركة من ملأ الدنيا وشغل الناس إلى تميز بمهارة عالية تحمل قيمة جمالية راقية. ولأن إبداع الأنامل قد يضاهيه إبداع الأقدام أحيانا، فقد دخل من بوابة الإلهام ذاك الذي خرج من باب البطاقة الحمراء. منحوتة برونزية يبلغ ارتفاعها 5 أمتار انتصبت في شموخ على كورنيش الدوحة بالعاصمة القطرية، جاءت لتحاكي اللقطة الشهيرة لكن بلمسة إبداعية ساحرة وبمبادرة من إدارة برامج الفن العام التابعة لهيئة متاحف قطر. من كان يعتقد أن نطحة زين الدين زيدان الشهيرة لماركو ماتيراتزي خلال نهائي كأس العالم بألمانيا ستغدو تحفة فنية بهذا الشكل، تمثال حول سلبية المشهد إلى متعة تسحر كل من رآه. سمير بالفاطمي، الجزيرة الرياضية، الدوحة.